مؤثرة يابانية تنهي حياتها في بث مباشر. Why? اعتذرت لهم لكنهم لم يتوقفوا. المرتبطة بكي بوب. القصة بدأت ببعض ظهور وانتهت بالانتي في بث مباشر. المؤثرة اليابانية ميو تشان المرتبطة بكي بوب مبلغة من عمر 26 عاما، كانت تدير حسابا للمعجبين بفرقة الفتيان الكورية الجنوبية انهبن او انهايبن كويشن مارك. هلا بيكون في ناس من الكي بوبيين بيحكوا لي مش انهبن بليز انهايبن. اوكي اللي طلع منها اوكي هي سونج. اوكي. وتحضر حفلات الفرقة وفعاليات توقيع المعجبين. مان. وخلال احدى حفلات الفرقة في الولايات المتحدة حاولت الفتاة ايصال باقة من الظهور لاحد الاعضاء، مما اثار غضب بعض المعجبين واتهموها بتجاوز الحدود ومحاولة لفت الانظار. شيش. لتتعرض لموجة من التنمر والانتقادات. احد اعضاء الفرقة الكورية قال ان بعض المعجبين مان نو فريكين واي. بدي اروح اشوف على تويتر بس لحتى اشوف لاي درجه الوضع مأساوي. هل والله عم تعملها؟ يا الهي انا مش شايفكم. هل هو مغبش يعني مغبش؟ شوفوا عم تعمل كل شيء بس مغبش. ما حد ساعدها. يا هي بس من كم كلمه لو ما كان شو تسوي. شفتوا يا اصدقاء ما تعملوا المقارنات. ما تسووها بس شوفوا شو اللي صاير. شوفوا كانت هون عم تحكي بعدين قامت وشايفين هي شو اسمه، وهون ما حطت شيء. يعني هي شو اللي خلاها تتدلى؟ شو اللي خلاها تتدلى؟ انها رفعت رجليها هون. تخيلوا الجرأة انه صار الموت اقوى من غريزة البقاء عندها، لدرجة انه غريزة البقاء ما اخذت عجلة القيادة بدماغها لحتى تنزل رجلها على الارض. يعني تخيلوا انه هلا وهي هون شوفوا كله هاد هي رافعة رجليها على الارض، مش انه فينا تنزلهم، اذا نزلتهم خلص. بس تخيلوا انه غريزة البقاء ما تحكمت بدماغها لحتى تنزل رجليها وتوقف نفسها عن الموت المحتم او المحتوم. هيك اجت وهي كانت واقفه حطت الهاد، بعدين هون هيك نزلت حالها ورفعت رجليها. هيك رفعت رجليها. يعني انت لما بتحط كرسي وبتدفشها خلاص بتكون رجليك عم تحاول تمسك بشيء، يكون لانه انت غريزه البقاء عم تطلع، عم تحاول رجليك تمسك بشيء. شو هي الجرأة انه هي رفعت الرجلين وبقيت رافعتهم وهي عم مش شيء جنوني الشيء اللي واصلت له، شيء جنوني. خاف هلا يطلع شغلات تانية اذا نزلنا، لانه بس ما في فيديوها. لا ما في ولا فيديو مبينها بشكل حقيقي وهي عم تعمل هيك. ما في. الفيديو الوحيد هلا هذا اللي شفناه بس هو مغبش. بس والله العظيم يعني ثواني شوي خلينا نرجع. احد اعضاء الفرقه الكوريه ان بعض المعجبين يحاولون جذب انتباه اعضاء الفرقه من دون ان يذكرها كان عم يقصدها، كان هو عم يحكي عنها. لانه انا هذا اللي بدي احكي لكم اياه. فكرت انه احد اعضاء الفرقه حكى لها انه لا ما تردي على الناس، فانه ليش عملتي بحالك هيك، خلاص هي اجاكي دعم من اعضاء الفرقه. يب لا ما كان يتكلم عنها. اوكي مو هي بشكل عام. يا رب تجيرنا. مش جرأة يا شادي، ترى اغلبهم مكتئبين اللي يحبوا الكيبوب لدرجة الهوس، ومتابعين كمان مهووسين ومسوسين بيلاحقوا الناس حتى يدمروهم. ما عندهم شيء يخسروا في معتقداتهم. اللي عم اقصده بالجرأة انا يعني شو البجاحة، يعني شو يعني هو بسبب انه ما عندي مصطلح اقوى من هيك. يعني في شيء، في قدرة معينة خلتها تتفوق على غريزة البقاء. مرة تانية لما الواحد بيكون عم مبين عليكم بيكون عم عرفتوا شلون، بيكون هون كذا هيك بصير يعمل هيك، بده رجليه تلمس بشيء هيك، جسمه تلقائيا لا اراديا بصير بجسمه بده يلمس بشيء. بس ما عاد في شيء لانه هو دفها للكرسي، دفشها للكرسي. بس هي بدون كرسي، هي فيها بس تعمل رجليها هيك بتصير على الارض، بس رفعتهم هيك واصرت انها تضل رافعتهم. يعني شو هي القدره اللي خلتها تعمل هيك، اللي تفوقت على غريزه البقاء. ليك شوفوها وهي واقفه هون، واقفه حطت الحبل، بعدين هي اللي رفعت رجليها. هو حكى فهنو ربطوها بالموضوع، هو نحن ما بنعرف مين بيقصد. شادي انت شكلك ما سمع قصص لمشاهير كوريا فانزاتهم بيكونوا يعفوا الله مرضى بشكل مميت، وبيحسبونك على كل صغيره وكبيره، وما بيرحمونك حتى لو كنت الضحيه، وخاصه لو كنت امراه. فلذلك يوصل الحال يا الهي. لو بدك تعرف اكثر عن الموضوع اقرا بالجريده تبع الديسكورد. اوكي ماشي، راجع لكم لانه اصبح وقت الذهاب الى غرفه الاستراحه. مبدئيا بدكم احط لكم اغنيه فيرا. Remember the name. No map can contain us. No wave can drone us. The internet is just another scene. Look at this. And we own the horizon. يا بيبي. والله انتم متونسين. عاملين لي فيها حفلات دبكه. شادي انت لو تشوف الديسكورد رح تشوف مصايب كاتبه عن مينا تشان، وبعد فيرا كتبت عن اثنين ايضا كتبت انا بعد الاشياء. مان طب ثواني شوي، خلينا نكمل. تشان نشرت اعتذارا واعترفت بانها اخطأت. يا حرام. تبا بشو اخطأت؟ ما بعرف هلا
هي بالضبط كيف مبين الموضوع. نحن ما بنعرف سياق الموضوع، يعني هي اللي بنعرفه انه هي اوصلت مجموعة من الزهور، بس شو وراء الكواليس يمكن كانت هاي مرحبا يا عضو الكيبوب الراقي المؤدب اللطيف جدا، بليز يا تبعون الكيبوب روحوا العب بار تيوب، مشكلتكم مع بار تيوب، كيفك يا عضو الكيبوب، تفضل باقة من الزهور. ممكن تكون هيك، وممكن تكون انه جيسون جينسو يوسوهان باقة زهور، انت بتعرفني ما بتعرفني، انا كتير فان لك، انا كتير بحبك ارجوك، ومن هدول الحكيات. عرفت شلون؟ احنا ما بنعرف، فهذا الشيء كمان بدنا ننتبه له. لا مو كذا بس رمت على المسرح، اقرا الديسكورد يا اخي. اوه مان، كتير 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 في كلام كتير. اختصر لي الشيء اللي راح اعطيك اياه هلا بمجموعه من النقاط الاساسيه، هيك نقاط سهله القراءه ولفهم القصه كامله. اوكي هات لنشوف شو عامله هي مؤسسه تعفن الدماغ. أكيد هذا تلخيص مرتب للنص كله مع الحفاظ على تسلسل القصة والأفكار الأساسية. قصة مينا تشان والتنمر من فاندوم. طيب، مينا تشان فان ياباني لفرقة أنهايبن، وكانت معروفة بحبها لنيكي وحضورها المستمر للحفلات واللقاءات المعجبين. أصبحت معروفة لدى أعضاء الفرقة وكانوا يتعاملون معها بلطف. في بث لاحق قال نيكي أو نيكاي يمكن أن هناك معجبة تحاول لفت انتباهه بطريقة تزعجه، لكنه لم يذكر اسمها ولم يحدد من هي. يا إلهي شو أنه طنط يا زلمة. آسف يا أصدقائي الانهايبيين، مشكلتكم مع بار تيوب بليز، بس هاد النيكي هاد خلص يا ما أحكي من هي، لأنه هلأ صار أي وحدة الناس بيشكوا أنه هي راح يربطوها فيك. يا ما أحكي من هي، يا ما تذكر الموضوع من أساسه. وأنت يا وحيد الخلية بتعرف هاي الشغلات، بتعرف شو ممكن تسبب. بعض المعجبين الأجانب افترضوا أن المقصودة هي مين الأجانب، لأنه نحن نعتبر أجانب بالنسبة للكوريين، خصوصا بسبب موقف سابق رمت فيه زهورا على المسرح وأمسك بها سونو، ما في زي هيك باللفظ اسمه، وحاول إيصالها لنيكاي لكنه كان مشغولا. حقيقي يعني اصلا هي كانت دائما تحضر حفلاتها وهو يعرفها. شيت، نفس الانهايبيين يهجموا عليك. تحولت الافتراضات الى تنمر وقذف وابتزاز الكتروني ضد مينا. اعتذرت مينا وقالت انها ستغلق حسابها، لكن الهجوم استمر. بحسب الرواية التي ارسلتها، ظهرت مينا لاحقا في بث مباشر بحالة نفسية غير طبيعية، وتحدثت عن خوفها ورغبتها في الاستمرار بالعيش ثم أنهت حياتها أثناء البث. الفكرة الأساسية من القصة اتهام شخص بناء على افتراض غير مؤكد يمكن أن يتحول إلى حملة تنمر خطيرة جدا. تماما. وهذا الغبي، هذا النيكي اللي عامل لي حاله فيها الزلمة. خلينا نشوفه لهذا النيكي. أتوقع أنه هو أبعد ما يكون عن الرجل. هات لنشوف. شوفوا، يعني عنده الزلمة الهانتر آيز، يعني أوكي خلوني يكون صريح، عنده الهانتر آيز، ولكن بستاد براذر يا سيد نيكي، ليك عامل لي حاله هون الشاب الماتريكس البخشي. هاد هو، بس نفس الوقت بتحسهم ما فينه يتحمل كف. يعني تخيل هاد شو هاد جاي عم يهدد يا زلمه. هاد هلا هيك انت عم تهدد عشانه ياباني، هاد اصله اوكي. يعني يا صديقي، انت كان بامكانك تكون ساموراي، انت كان بامكانك تكون هاد، ولكن انت شو فضلت؟ انت فضلت تكون هاد سامو تواليت. يا للعار، يا للعيب. كان فيك تكون هيك يا اخوي، كان فيك تكون هيك. شو المانع انك تكون مغني بالفرقه هيك شكلك، هيك شكلك. شو المانع؟ واتس ذات براذر. شيء مخجل جدا على فكره، مخجل جدا. شادي شوف شو هي نتمجون. مين هاد نتمجون؟ كمان هاد ياباني. مان براذر. المهم، سو لي من فرقة FX توفيت عام 2019 بعد سنوات من المضايقات والانتقادات والتنمر الإلكتروني. مان، أنا ما بعرفها بس وقتها حزنت عليها. جو هارا من فرقة كارا توفيت بعد فترة قصيرة من وفاة سو لي، وكانت أيضا قد تعرضت لحملات تشهير وضغوطات شخصية وإلكترونية شديدة. يا إلهي يا جماعة، هدول كتير هيك هشين. تم ذكرهما لأنهما من أشهر الحالات، مع الإشارة إلى وجود حالات أخرى كثيرة. مان، هوس بعض المعجبين بالآيدولز. هيدي ساسانج. هنالك نوع من المعجبين يعرف باسم الساسانج، وتجاوز حدود الخصوصية بشكل خطير. من الأمثلة المذكورة اقتحام منازل الآيدولز وتصويرهم داخل منازلهم دون علمهم. تعرض سونو لملاحقة وهجوم من ساسانج في درجة طوارئ أثناء عودته إلى السكن، مما أدى إلى إصابته وإصابة أحد الموظفين ونقلهم المستشفى. بعض الآيدولز اضطروا إلى تغيير منازلهم وسياراتهم باستمرار بسبب ملاحقة المعجبين لهم. تاي
تاي سايون تلقى عام 2009 رسالة مكتوبة بالدم من إحدى المعجبات في مثال على التعلق المرضي. وات هل تخيل تجيك رسالة مكتوبة بالدم؟ يعني شو كانت هي بدها توصل له لك حتى كاتبتها بالدم؟ حدثت محاولة لاستدراج أعضاء إكسو إلى سيارة مزعومة تابعة للشركة، لكن المدير تدخل وأنقذ الموقف. يون هو تعرض لحادثة خطيرة عندما قدم له شخص انتحل صفة موظف مشروبا يحتوي على مادة لاصقة. شو ليش انت عم تعطي واحد مشروب يحتوي على مادة لاصقة يا زلمي؟ انا اتكلم حرفيا دم الدورة الشهرية. وات والله لما اللي كنت عم اقرأ هون رسالة مكتوبة بالدم من احدى المعجبات كان بدي احكي لك انه هي مجنونة جدا، ولكن احمد ربك لانه ما عملته بدم. بس خلص اخي خليك يعني ما تزيد الامور سوءا. عرفت شلون؟ طلعت فعلا كاتبتها بدم الدورة الشهرية. وات ذا هيل. شادي بديت تدخل بالدار تماما هالدارك ويب. يا الهي لا منيح اللي ما في عندنا هيك شغلات بالوطن العربي. منيح باريتيوب خف على الكيبوبيين، يعني ما واصلين لهي المرحلة يا إلهي. لكن الهجوم لم يتوقف بل ازداد يوما بعد يوم، وبحسب تقارير إعلامية انتهت القصة بشكل مأساوي بعد أن أنهت حياتها خلال بث مباشر على تيك توك. الفكرة أنه ما بحس أنه هدول بيهتموا، يعني هدول اللي وصلوها لهي المرحلة بالعكس رح يكونوا مبسوطين، وهنن أعطتهم بالأخير شو على البث المباشر. رح يكونوا أنه يس افعليها. ناس مهووسين لهي الدرجة رح يتأثر فيهم أنه شوفوا شو عملتوا بحياة بني آدم، وخاصة أنه هنن بهديك الأماكن يعني ما معروف شو ربهم، شو الشغلات اللي بيعبدوها. يا زلمي شو هاد؟ يا إلهي شكلك ما شفت جماعة BTS العرب اللي ساووا ديانة من شان BTS. وات شو وات هل. في بنت حطت ليزر احمر بعين لينو بنص المسرح. يس يا مايا في عرب بيعبدوهم واخترعوا ديانة. مان في كيبوب بيعبدوهم وبيصلوا عليهم وبيصوموا. يا الهي لا هاد شيء جنوني يا جماعة. شو هاد؟ عم تجيب بشري مثله عم تعبده بشري ولك مش بس بشري. خلينا نحكي مثلا BTS غير انه فكرة بشري هي مناظر بتنعبد. لأي مرحلة من الدرك الأسفل من الجحيم واصل أنت لحتى تعبدوا هيك شغلات. ومش بس هيك يعني لا ما بدي أحكي لأنه بالنهاية هنن بشر وفي بشر بتشبههم، يعني أنه في بشر كمان، يعني الصفة اللي كنت بدي أحكيها تنطبق على بشر ثانيين، فخلص بلا ما أحكيها. بس سو فريكن كام تخيل هدول اللي عم تحكوا لي انه بيعبدوهم وبيصلوا لهم بيصوموا لهم ومدري شو. تخيل مثلا انه كيف بيصلوا شو بيصلوا لهم والله ما بعرف، بس تخيل انه واحد منهم عم يصلي لهم وطلع بوشه هاد. بيضل هيك عم يصلي طبيعي. شو هاد؟ مان حابب تسمع مصايب شركات الكيبوب؟ هلا هي بالفكرة بالاخير هي كل هي الامور بزنس، هنن اشكالهم هيك لانها بزنس. الشركات بتخليهم يعيشوا بحياة معينة، بيعملوا كلها بزنس. انتوا شفتوا كيف تغيرت اشكالهم لما اللي راحوا على الجيش، على فعلا على الارمي؟ لك هذا هو نفسه هذا اللي كنا عم نشوفه من شوي. كام يا برو شوف الفرق. المهم تخيلوا هون اشكالهم، تخيلوا بس بدي صورهم كلهم مع بعض. يا هاي شايفين؟ هي الاشكال الحقيقيه. شعرهم عادي، اشكالهم عاديه، بشر عاديين، كوريين عاديين، ولكن البزنس بخليهم هيك. مان يا طيب شو بدنا نساوي يعني؟ هذا اللي صاير.